اشتراككم في القناة وترك تعليق محفز يشجعنا على الاستمرار. مباراة المغرب مع بلجيكا، شنو هي القراءة اللي يمكن نديرو في هذه المقابلة هذه؟ أول شيء تنمشيو للشيء اللي قال المدرب قبل انطلاق المقابلة. قال بأن هذه مقابلة خصها تلعب بذكاء، وقال واحد الجملة: هذه مقابلة خصنا نربحوها ولا ما كان خصنا نتعادلوا، بمعنى أنه الاحتماليات بجوج كانت واردة، أي أنه الاحتمال ديال الفوز كان وارد والاحتمال ديال التعادل نبحثوا عليه كان وارد. طيب إلا شفنا الشوط ديال الاول ديال المقابله، الشوط الاول ديال المقابله تبين بانه الفريق البلجيكي اكثر امتلاك للكره، بدليل انه دار شي 6 وقيله ديال ضربات الزوايا ولا 7، المهم في هذه الحدود ديال الزوايا كانت عنده الكره اكثر. ماشي غنقول هدد بشكل كبير من غير الفرصه الاولى اللي تصدى لها الحارس المحمدي واللي دخلاته في المقابله. على العموم الشوط الاول يمكن واحد الامتياز بسيط للفريق ديال بلجيكا. حنا من خلال المحاوله اللي قام بها حكيمي في الجهه اليمنى، وكانت شي قطفه اخرى ديال زياش، هذا هو الشيء اللي يمكن نقوله في الشوط الاول. وباقي غنرجع للكلمه ديال انه هذه المقابله خص نلعبوها بذكاء. فين غيتبان بالنسبه لي انا الذكاء ديال المدرب؟ في بدايه الشوط الثاني الفريق ديال بلجيكا اعتمد على ياش؟ على الضغط على حامل الكره بالنسبه للدفاع، باش ما نبنيو شيء العمليه ديالنا من الدفاع. ما كناش قادين نخرجها من الوسط، تنديوها اما للجهه اليمنى والجهه اليسرى، والجهه اليمنى والجهه اليسرى ما كانش هناك واحد الحريه كبيره عند المزراوي وعند حكيم باش يطلعوا حتى للخط الامام يساندوا المهاجمين. الاكثر من هذا اننا كنا متكتلين في وسط الميدان باش نحدوا من الخطوره ديال البلجيكيين، وان كان في الشوط الثاني ما كانش خطوره كبيره. البلجيكيين كان صعيب عليهم انه يواصلوا بنفس الطريقه. اش كانت عندهم؟ كان عندهم تيضغطوا على الحامل ديال الكره، ولما تياخذوا الكره خصهم يلعبوها، اذا كانوا تيديروا جهد مضاعف. حنا كنا غير تندافعوا، ولكن ابتداء من الدقيقه تقريبا 60 62 المدرب فطن بانه الفريق البلجيكي ما بقاش بداك الفعاليه من الناحيه الهجوميه. الاكثر من هذيك انه اللاعبين ديال الوسط الدفاع ديالنا، اللاعبين ديال الوسط ولاو تيمتلكوا الكره، ولينا تنهجموا عند توصلوا الدفاع ديال الفريق البلجيكي، توصلوا عن طريق تمرير كرات قصيره. هنايا فين جاء التغيير الاول اللي دخل فيه الصابيري مكان املاح، ودخل فيه عطية الله مكان حكيمي. الحكيمي اللي ما كان شيء مستعد 100%، ولكن نظرا للاهميه ديال المقابله خصو يدخل في هذه المقابله هذه. هذا التغيير هذا يعني بحال عطى واحد الجرعه للاعبين ديال الفريق الوطني، ولاحظنا بانه حتى من عطية الله دخل في المقابله ومشى في الجهه اليسرى. والاكثر من هذا هو اللي كان وراء ضربه خطا اللي جابت لنا الهدف ديال الفريق الوطني الاول. طيب مشينا للدقيقه 72، هنا تيبان بانه ذاك التغيير اللي كان فيه مثلا قراءه ديال المدرب على انه حكيمي ريحوا لانه يمكن عيا ويمكن مصاب وما استحمل شيء الضغط اللي ما استحمل شيء ذاك لانه يقاوم ذاك الالم اللي كان عنده في المقابله الاولى. دخل عطية الله ودخل الصابيري باش يركز اللعب ديال وسط الميدان يبقى بنفس النسق اللي بدا منذ دقيقه 62. دار تغيير. شو التغيير دار؟ دخل حامد الله وابو خلال، يعني انه الحس الهجومي او الحس ديال انه ممكن نربحوا المقابله كان وارد في الفكر ديال وليد الركراكي. صحيح انه التغيير ديال النصيري بالنسبه له كان عادي، ولكن بزاف ديال الناس شافوا بانه بوفال بحال تفاجئ بالتغيير ديالو. علاش؟ لان بوفال كان في ذاك الوقت كان لاعب مزيان بوفال، ولكن كيف ما كان الحال في هذه اللحظه هذه تغيير في دقه 72 جات ضربه خطا في الدقه 73 عطاتنا الهدف الاول. الهدف الاول في دقه 73 تغيرات المقابله، ولينا حنا اكثر يعني تحكما في الكره، اكثر رغبه في الهجوم. علاش؟ لانه هذا الهدف كان عنده وقع كبير على اللاعبين البلجيكيين، لان تشوفوا الوقت اللي كانوا متحكمين في الكره، ما غنقولش مسيطرين، متحكمين في الكره، لانه السيطره تعني انك تخلق فرص كثيره للتسجيل وهي ما كانش. اذا هذه الامور هذه كلها خلات الفريق الوطني انه يعني يكون اكثر
يعني فعاليه في وسط الميدان اكثر فعاليه في الجهه اليمنى في الجهه اليسرى، وتوجها بهدف اخر اللي سجلوا ابو خلال. اذا هنا هذا الانتصار بالنسبه لي انا انتصار ماشي فقط غير في مقابله في كره القدم، انتصار لواحد المنظومه ديال الفريق الوطني المغربي. يعني انه المدرب ربح بها كانه يدرب عامين ولا 3 سنين. علاش؟ لان الاختيارات ديالو كانت صائبه، والاختيارات الصائبه تتخلي انه اللاعب انه يتقبل اي حاجه من المدرب. اصعب شيء انه المدرب يدير تغييرات وما تكونش ما تكون شيء تغييرات ناجحه، تنوض الجمهور، تنوض الصحافه، تنوض كل شيء، وبالتالي اللاعب اللي تيكون تيتقلق يعني كنسميوها يعني بحال تيقول معاه الحق. الان تبين بانه المدرب كان مع الحق في التغييرات اللي دار، تغييرات ناجحه، وعطاتنا مقابله اللي هي مقابله ندخلوها في تاريخ كره القدم الوطنيه على مستوى كاس العالم. الاكثر من هذا انه في الدقه 78 دار واحد القراءه اخرى، انه الفريق البلجيكي ما بقاش عنده حل الا تمير الكرات العاليه، وفي هذه الحاله هذه اش دار؟ دخل لياميق في بلاصه أوناحي. علاش؟ لانه لياميق اولا قامه طويله، ثاني بامكانه ينافس لوكاكو على الكرات العاليه. علاش؟ لانه اكرد وسيس اللي داروا مقابله كبيره، في نهايه المقابله ما تيبقاش عندهم نفس القوه باش يقفزوا على الكرات العاليه. دخل عاون بالياميق، وتظهر لي بانه القراءه ديالو كانت قراءه ذكيه وقراءه ناجحه للمقابله. تبقى فقط نفكروا في المقابله القادمه ضد المنتخب الكندي، كيف ما بغات تكون النتيجه ديالو. فالباب ديال التاهل الان مفتوح امام الفريق الوطني المغربي. نتمنى يواصل لان الطموح ديالنا كبر، والتاهل للدور الثاني ممكن يعطينا منتخب اخر بفلسفه اخرى باسلوب اخر. معنا الا نبقاو متفائلين بالمسار ديال الفريق الوطني في كاس العالم.